من أحب الأكلات على قلبي، سهلة وبسيطة وفعلا الطعم حلو قوي. أنا بعشق الأكلة ديت بأمانة، ما بتاخدش معاكي أي وقت ولا مجهود، وكمان بتعملي أكلة متينة وحلوة قوي. النهاردة عملنا مع بعض الفراخ المحمرة وجنبها شوية لوبيا، وطبعا بما إن في فراخ يبقى هنعمل ملوخية خضراء، حاجة كده تفتح النفس. زي ما قلتلك أكلة سهلة وبسيطة، وكمان من الأكلات المفضلة جدا عندي، وحرفيا ما بتاخدش اي وقت ولا مجهود. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملنا العظمه دي بسرعه ازاي. اول حاجه هنعملها ميه بتغلي على النار، ولازم تكون بتغلي كويس جدا، وهنبدا نسلق الفراخ بتاعتنا عادي جدا بالطريقه العاديه التقليديه. وهننزل عليها بقى بالبوكيه جرنيه، طماطم، بصل، لورا، لومي، حبهان، فص مستكه. وظبطي الشوربه بتاعتك وحطي كمان فلفل وسيبيها تستوي على نار هاديه. وهنروح نعمل بقى شويه لوبيا كده. بصراحه هي طلبت معايا ان انا اعمل لوبيا، معلقه من الدهن اللي كنا فارمينه. وان شاء الله الفيديوهات الجايه هنعمل مع بعض فيديو حلو قوي للدهن ده ونستغله كله عشان طوال شهر رمضان اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركه. هنبدأ بقى نعمل شوية لوبيا حلوين كده. نزلنا معلقة من الدهن وعليهم بصلة فرمناها متوسط، وبعد كده طماطم معصورة عادية جدا وهنصفيها، وننزل عليها بمعلقتين صلصة ومعلقة سكر وفص ثوم صغير. وحطي فص الثوم وهتدعيلي. وحطي البهارات بقى، فلفل اسود وبهارات لحمة، وكمان هحط مكعب مرقة اللي هو الفورية ده. وهنقلب كل الحاجات الحلوة ديت. واللوبيا عندي بنكونوا طبعا سلقينها 3/4، يعني سلقة كده، تسوية 3/4 تسوية. وبعد كده بنشطفها وننزل بيها على الصلصة بتاعتي اللي اتسبكت ديت. مش هتاخد مثلا نقوله 5 دقايق لغاية ما تشرب من الصلصة وتاخد من طعم البهارات. وعايزة اقولك شوية لوبيا حلوين قوي، فرق معاهم معلقة الدهن اللي نزلنا بيها، وكمان فرق معاهم مكعب المرقة أو ظرف المرقة الفورية اللي نزلنا بيها. هدي عليها النار ونروح نعمل شوية رز بالشعرية، طبعا عشان خاطر يعني الأكلة ديت لازم شوية رز بالشعرية جنبها. شعرية على شوية زيت على سمنة، وانزلي بحوالي مثلا نقول ربع كوباية أو نص كوباية من الشعرية. وطبعا على حسب الكمية اللي عندك، لو انت عايزة كمية أكبر حطي. هتاخد اللون الذهبي الجميل ده، ونكون غاسلين الرز ونديله تشويحه وصدمه حلوه قوي في قلب الزيت والسمنه مع الشعريه، عشان يديكي رز مفلفل مش معجن. الخطوه دي مهمه جدا وبتفرق معاكي في طعم الرز. ولكل كوبايه رز مصري كوبايه ميه عاديه. لو شوربه تستبدلي يعني الميه بالشوربه عادي. الرز البسمتي بتنزلي عليه بكوبايتين من الشوربه او الميه. هنزود الملح ونسيبه يستوي، ونروح نعمل شويه الملوخيه. وطبعا عملنا الملوخيه كتير مع بعض. ويلا بينا نقدم احلى سفره، حرفيا ما اخدتش وقت. هو فعلا وقت التصوير ده بسرعه جدا. سلقت الفراخ، جهزت اللوبيا، وهنا كنا حمرنا الفراخ وعملنا الملوخيه طبعا، واحنا عملناها كتير جدا على القناه عندنا. وادي الرز بتاعنا المفلفل الخطير الحلو جدا بالشعريه. انا بعشق الرز ده جنب اللوبيا، وخاصه كمان الملوخيه الخضراء. تعالي كمان نشوف الملوخيه قد ايه محتفظه بلونها الاخضر، جميلة جدا. وعملنا لها الطشة بتاعتها برضو. ولو انت عايزة الطريقة تقدري ترجعي للقناة بتاعتي على اليوتيوب، مطبخ فاطمة زيدان او فاطمة زيدان كيتشن. هتلاقيني عاملاها كتير جدا وعامله لها الطشة، وحاطه لها قرن شطة حر كده حسب الرغبة. عايزة اقولك بينقلها في حتة تانية خالص، مع طماطمايه كده. جربي الطريقة بتاعتي وان شاء الله تعجبك في الملوخية. وادي الفراخ بتاعتنا المحمرة تحفة جدا وريحتها خطيرة. رشة فلفل اسود بقى عليها، ويعني ما تقوليش لعدوك عليها زي ما بيقولوا. أكلة حلوة جدا. وتعالي كمان نغرب بقى طبق لوبيا عشان نكمل السفرة بتاعتنا النهاردة. وده كان غدانا سهل بسيط، فعلا ما خدش وقت. لو انتي مستعجله تقدري تعملي الاكله ديت وانتي مغمضه، يعني مش هتاخد منك حاجه وهتطلع مظبوطه معاكي قوي. بس اعملي او اتبعي الخطوات اللي انا قلت لك عليها، حاجات بسيطه بس بتفرق في الطعم والنكهه بتاعه الاكل. وبألف هنا وشفا. وتعالي نشوف الرز بتاعنا مفلفل جدا مش معجن زي ما قلت لك، لان عملنا له صدمه حلوه قوي. شايفه الملوخيه خضراء ومحتفظه بلونها الجميل، مع انها ملوخيه انا مفرزاها، يعني مش ملوخيه فريش، بس لونها اخضر وجميل ازاي. وبرضه تقدري ترجعي للقناه في الطريقه بتاعتي، هتلاقيها في حاجه بحطها عليها تحتفظ بلونها الاخضر الجميل ده.
وتعالي شوفي الجمال بقى. بصي الرز فلفل مش معجن نهائي وطعمه حلو قوي، واللوبيا مستويه ومعلقه الدهنه فارقه فيها جدا جدا. وجربيها. وادي الفراخ دايبه.